أكتر دولة في العالم شعب هيصلي على النبي وهيحب النبي هي مصر وشعب مصر. بعيدا عن الصلاة على النبي في العبادات أثناء العبادة، وبعيدا عن التعبد بالصلاة على النبي، إلا أنه شعب مصر هيستخدم الصلاة على النبي وهيدخل النبي والصلاة على النبي في كل أمور حياته. يعني في التعاملات المادية مثلا، في البيع والشراء نقول نبدأ البيع أو نبدأ المزاد بالصلاة على النبي، أو صلوا على النبي يا إخواني. خسرت في البيع أو في الشروة أو حتى في كلامك، اكسبنا الصلاة على النبي. في عاد حياتك اليومية في الأفراح الناس هتغني وبالصلاة على النبي. اتنين هيتشكلوا مع بعض في مشكلة ولا في نقاش، يا اخوانا استهدوا بالله وصلوا على النبي. حتى في افيهات الافلام، الافيه الشهير للفنان الله يرحمه توفيق الدجن، صلاة النبي احسن. ومصطلحات ياما خالص، اللهم صل على كامل النور، مدد يا رسول الله، صل على الحبيب قلبك يطيب. عشان كده يا اخوانا، علشان كثرة الصلاة على النبي دي، وانه شعب مصر يعني حقيقة يعني اكتر شعب في العالم على على النبي، تلاقي مصر شعب كريم، لأن صلاة النبي، الصلاة على النبي تدل على الكرم، وعدم الصلاة على النبي زي ما قال النبي دي بخل في حد ذاته. فأكرم شعب الشعب المصري، لأنه أكتر شعب هيصلي على النبي. وإن شاء الله مصر محفوظة بالصلاة على النبي، وصلوا على النبي.